السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير، وحشتوني كتير. بحبكم في الله، لا اله الا الله، واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. طبعا ربنا قادر يغيرلكم حال لحال افضل باذن الله. النهارده معايا مين؟ معايا برج العذراء. طبعا حبايب قلبي ما يحلاش الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وزيدوا صلاة الحبيب المصطفى، وكمان حاولوا بالاستغفار، لان الاستغفار بغير الاقدار من حال لحال افضل باذن الله. طبعا حبايب قلبي الدعم بينكم ان انتوا تتفرجوا على الفيديو، ان انتوا كمان الاخر. وكمان حبايب قلبي اكتبوا الصلاة على الحبيب، تكتبوا كومنتات تصلوا على الحبيب او تقولوا استغفر الله واتوب اليك. واللايك يا حبايبي، ده دعمكم ليا في القناة، ده فضل منكم. يا برج العذراء، فهمتوا؟ في ناس منكم متضايقة، عندها ضيقة في رزقها، في عندكم مشكلة، في مشكلة. انت شخص طلبت منه مساعدة من حد، والناس دي في فلوس، انت طالب مخنوق متضايق عشان الفلوس دي. هتطلع من الأزمة المالية دي، فربنا هيفرج عليكم، ربنا يفرجوا عليكم جميعا يا رب. وفي ناس منكم عندها أزمة عاطفية، بيعاني بقى من غدر، يعني برود، كذب في العلاقة، ده بتعاني منها. في ناس بقى منتهية، يعني شخص من الماضي، يعني انت مفيش بلوكات ولا حاجة، بس انت الشخص كان كذاب وخادع، بيوعد وما بيوفيش بالحاجة اللي بيقولها. فانت جبت بقى اخرك وقلت خلاص، مفيش ثقة. كنت الاول فرحان بيه، لكن خلاص من كتر الكذب اكتشفت ان هو كذاب، فخلاص ركنت على جنب الحيط. انت قرفت من كتر ما هو بيكذب، من كتر ما هو بيكذب قرفت منه، فرميته بقى ايه زي ما بيقولوا كده، خلاص رميته ورا ظهرك. طلعي بقى نضفي الطاقة دي من عندك، وخلاص ان شاء الله ربنا هيعوضك بالاحسن منه. لازم يكون عندك يقين ربنا هيعوض عليك. انت جبت اخرك من الشخص ده، وانت نهيته. انت بدأت تشوف نفسك، يعني انت بدأت تستشفى من العلاقة دي، ورميتها وبعدت عنها ورميتها كده، ده احسن. بس هو يعني هو هيقدم لك تنازلات، وهيجي وهيتأسف وهيتندم، بس انت جواك قرفان، مش عايزه. انت مش عايزه، انت مش عايز تتكلم معاه اصلا. انت جايب اخرك، مش عايز تديله فرصة تانية، مش عايز. يعني ان انت من كتر ما انت بتحنله، بس انت من كتر ما انت شفت وعندك شك، مش واثق فيه. هو وصلك للمرحلة دي، انت لغاية دلوقتي انت جايب اخرك، كذب عليك وخدع كتير واتقطعنت منه كتير ومش عايزه. فمشاعرك بالنسبة له مش عايز. انت من كتر ما شوف، يعني انت من كتر ما انت شفت، هو متأكد ان انت بتحبه، هو متأكد ان انت بتحبه، هو واثق ومتأكد. ما هو طبعا متمسك، هتبقى متأكد ان هو متأكد ان انت بتحبه. انتوا اللي عملتوا فيه كده، من كتر ما انت مدلوق عليه، فخليته بقى زي ما بيقولوا ايه عندنا في مصر براحته. فاهمني؟ انت بقى في عندكم كمان في حاجة بينكو، في حاجة بينكو، في ارتباط بينكو. يعني ممكن يكون عندكم أطفال أو بينكو عمل، يعني في حاجة ارتباط بينكو. يعني ده انتوا عندكم مشاعر بينكم انتوا الاتنين وفياضة، بس هو استغلال وعايش عنده بقى علاقات كتير، بس هو بيحب. يعني وهو في مشاعر حلوة بينه، وفي حب بيتبادل بينكم انتوا الاتنين. انت بتحبه وشايل له حب، مش عايز يخسركم، وعارف قيمتك. يعني هو ممكن يكون في علاقة ثلاثية، بس عينه بيراقبكم، وهيجيلكم، هيرجع تاني. يعني انت هو حتى ممكن يكون تواصل بيكو او بعت لكم حد، انت مش عايز تتقبله.
هو بيحاول برضه هيحاول تاني، لو ان هو عارف ان انت بتحبه. طب افتح لندة الصلاة يا عمر انت عارف وحسران ان هو مش عشان عينيك يا هيتغير. حبيبي. في منكم ناس دخلت في علاقة جديدة وفرحانة بيها وفرحانة بالعلاقة دي، يعني انتوا فرحانين بالعلاقة دي. حتى اللي لسه مرتبط، اللي لسه مرتبطوش خالص، عندكم ارتباط قوي وتقسيم علاقات. بصوا كده، يعني الناس اللي هي فاتها، يعني حتى الناس اللي هي لسه ربنا لسه مرهاش، والناس بقى ان شاء الله ربنا هيعوض صبركم خير، هتكون ناس احسن من اللي فاتت. ده كذا فرصة جاية لكم، يعني ما شاء الله قدامكم كده. اللي هم لسه ما ارتبطوش اللي الارامل، يعني ما شاء الله عليكم. يعني قدامك كذا فرصة، بصي كم واحد قدامك. يا ربنا يرزقكم يا حبايبي يا رب، وعندكم نجاح وتألق عمليا وماديا وعاطفيا، ربنا هيعوض عليكم. انت عرضتوا في فتنة يعني استغفر الله العظيم يا رب. عندكم طرف تالت بيتكلم عليك، طرف تالت. الطرف التالت ده هو بيعمل مشاكل بينك وبين الشريك، يعني حتى لو هو بياخد خطوة لقدام، هو الطرف التالت ده بيوقفه. يعني هو كل ما يبقى عايز يتقدم في حد بيوقفه، بيقول له بصوا كده، ست على شكل شيطانة برضه، ست اهي على الجنب الشمال، يعني هي ماسكاه مقيداه. فخلي بالك، يعني خلي بالك منها قوي قوي. خلي بالك من الكلام اللي هو بيجيلك من الشريك. ما تصدقش بقى الست اللي بتيجي الناس اللي بتنقل الكلام ده بتبقى كلام، وفي ناس تهمك بشيء. الشريك بتاعك او الحبيب ده، يعني طب ده افتح لندة الصلاة يا بيحب عمر يسمع. الشريك بتاعك ده عشان عينيك يا بيحب حبيبي. يسمع الناس ودني، ناس شحناه ومسممة وافكاره. فانت ما شاء الله، يعني انت معاك هوائية ونارية، طاقات هوائية ونارية. يعني معاك الجد وعذراء العذراء وجوزاء واسد وقوس، يعني وثور وعقرب، يعني ما شاء الله كل دول حواليك. يعني والله اعلم دول مين بقى بالنسبة لك. وعندكم في علاقة جديدة وهتكون علاقة احسن، هتبقى احسن. في ناس عندها مشروع، حاسس ان هو لسه المشروع ده ما جابش ربح. ما تقلقش، ان شاء الله الخير جايلك. لو انت بتصفي موضوع او مشروع ما تستعجلش، لان ربنا يديك خير. عندك شخص قريب منك هيدعمك وهيقف معاك، يعني ده الشخص ده هيدعمك يعني هيطلب، يعني هيقف معاك شراكة في عمل حاجة، هيقف معاك هيديك أفكار. لا يعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. طلع الطاقة السلبية دي، حاولوا تحصنوا نفسكم بسورة البقرة دايما، المواعظتين، أذكار الصباح والمساء، قيام الليل. انتوا بتعملوا استشفاء روحاني وعدوي. انتوا فقدتوا شخص غالي عليكم، يعني انسحب من حياتكم او توفى، يعني انت عندكم حزن، يا اما توفى يا اما كان انسحب مع نفسه. ان شاء الله ربنا يعوضكم بالاحسن والافضل. في ناس منكم بدأت تشفي من السحر، يعني بدأتوا انتوا تستشفوا من السحر. رحت لحد يعني عمل لك، او انت بقى حاولوا انتوا تقروا سورة البقرة دايما. انت حاول تقروا سورة البقرة دايما، ده تنظف الطاقة السلبية. استمروا طب عشان افتح ايه، ان لندة شاء الله الصلاة يا ربنا عمر يكرمكم ان عشان شاء الله. عينيك يا حبيبي. وعندكم انتصار، انت عندك انتصار على الناس ظلمتك. هتعرف حقائق الناس اللي حواليك المزيفة، بيطبطبوا بايدين ولكن بيطعنوك في وش مراية وفي القفا سلاية. انت بقت الاقنعة عندك، الاقنعة بتقع. انت رميت بقى الناس دي بقى اللي هي ايه، حسيت ان هي ملهاش اي لازمة. تهموك ويعني يعني انت ناس سابت عملها بسبب اللي هي كيل وقال ملهوش اي لازمة. فان شاء الله ربنا ينصركم باذن الله، يعني ربنا يفرجكم. عندكم امضاءات وعندكم وفي عقود هتمدوها، مشروع او زواج ونصرة ليكوا.
الاوراق ناقصه ليكوا، وفي ناس عندها اوراق في المحاكم ان شاء الله اتعطلت صحيح، بس ربنا هييسرها ويبقى ليكوا نصرة.